السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا هتشوفوا الفيديو ده في اي وقت ومن اي مكان. زي ما انتوا شايفين طبعا الفيديو واضح جدا، واظن معظمكم دلوقتي عارف احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل النهاردة في فيديو مختصر كده شاورما اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة، اي حد يقدر يعملها، وكمان طريقة موفرة جدا. لو ولادك بيحبوا يشتروا الشاورما كتير من برا، هتعمليها في البيت وهتحبيها جدا، وولادك كمان هيحبوها. هتوفر عليك مصاريف كتير قوي جدا. لو حابة تعرفي الطريقة تابعي معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله تطلعي بنتيجة هتعجبك بإذن الله. أنا ندى أحمد، لو أول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. وما تنسوش كمان تنزلوا تشتركوا من الزر الأحمر اللي تحت الفيديو. طبعا هنا احنا هنعمل النهاردة شاورما اللحمة، وانا متبلاها قبلها بليلة. طبعا هسيب لكم كل التوابل او البهارات او المكونات اللي انا حطيتها عليها في صندوق الوصف. بس عادي ممكن تسيبيها ساعتين، مفيش مشكلة. ممكن تسيبيها ليلة كاملة، وطبعا ده الأفضل. انت لو سبتيها ساعتين بيكون لسه فيها سوائل. انتوا شايفين هي خلاص هنا باتت ليلة في التتبيلة، وبعدين الأنسجة بتاع اللحمة كمان بتكون اتفتحت، بتكون اتشربت من التتبيلة كويس جدا. فهتعمليها وهتغطي عليها كده وتبيتيها في التلاجة ليلة كاملة. او لو مستعجلة وعاوزة تقومي تعمليها على طول، تعمليها قبلها بساعتين. وممكن في ناس بتعملها بتتبلها وتشتغل بيها على طول، بس الافضل ان انتي تسيبيها وقت، بحيث ان الانسجة بتاع اللحمة او الفراخ على حسب اللي انت هتعمليه تاخد من التتبيلة اللي انت عاملاها. فطبعا زي ما انتوا شايفين انا معايا هنا 500 جرام من اللحمة. تبلتهم وقفلت عليهم وسبتهم في التلاجة ليلة كاملة، لان انا ما كنتش مستعجلة عليها او براحتي يعني. فلو انت مستعجلة زي ما قلتلك كده، تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الفيديو، وايه الترتيبات اللي احنا هنعملها، وهنمشي ازاي للنهاية لحد لما نعمل سندوتش شاورما لحمة، بحيث ان احنا ايه ما نشتروش من بره. طبعا هنا لو حابة تحط سمنة، لو حابة تحط دهون زي اللي هي مثلا او كده، او عندك متوفرة مفيش مشكلة. فطبعا انا حاطة هنا زيت، بس حاطة كمية مناسبة، مش كتير قوي وفي نفس الوقت مش قليل. انا هنا بحط قدامكم واحدة بواحدة. طبعا انا هحط كمية دلوقتي، بس انا عاوزة الشكل يكون زي ما انتم شايفين كده، ان هما يعني ايه واحدة جنب واحدة كده، بحيث انت كمان في النهاية هتلاقي الشكل ايه يعجبك. لان لو حطيتهم مع بعض فالطاسة سخنة جدا، يعني احنا بنحطها في طاسة بحيث اول ما تنزل تشوف الطشة دي، عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. هي اي نعم في البداية بتنزل، بس بترجع تشربها تاني، زي ما هتشوفوا دلوقتي قدامكم كده. عاوزة اقول لكم ان الطريقة دي وفرت عليا كتير جدا. و500 جرام لحمة يعني مش عاملة كمية كبيرة من اللحمة، وعملت كمية وفيرة معايا من السندوتشات. طبعا هقول لكم هي عملت قد ايه معايا في نهاية الفيديو. تابعوا بس الفيديو معايا للنهاية، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. قبل اي حاجة لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. تعالوا بينا بقى زي ما شفتوا كده، هقلبها واستنى لما تبتدي ايه ان هي تاخد لون ذهبي خفيف كده، وبعدين ايه هنكمل. كل الكمية اللي معانا هنعملها في نفس الطاسة دي، وبرضه هتكون الكمية اللي قبلها موجودة، مش هنطلعها لا، عشان هي على ما تستوي نكون ايه حطينا كمية تانية، وهكذا وهكذا للنهاية. وبنسيبهم بقى 10 دقايق ربع ساعة. طبعا هي لانها في التتبيلة ليلة كاملة، هي اصلا ما بتاخدش سوا كتير. يعني عاوزه اقول لكم معلومه كمان تعرفوا، لو اللحمه بتاعتكم مش صغيره يعني بتغيب في السوا وكده وانتوا عارفين، وسبتوها ليله كامله مش هتاخد وقت حرفيا في السوا. ولو صغيره بقى وسبتوها ليله كامله، التشويحه دي كفايه عليها اوي، هتكون استوت تماما يعني. عاوزه اقول لكم ان اهم حاجه تكوني ظابطه الملح والتوابل بتاعتك كويس جدا، هتطلعي بالنتيجه كويس. لا تكون حادة قوي ولا تكون عذبة جدا، يعني ايه تكون كل حاجة فيها كويسة، يعني ايه مظبوطة المعيار المناسب لبيتك او لولادك او لجوزك او اهلك، ايا كان اللي موجود معاك في البيت بيحبه. زي ما انتوا شايفين اول ما اللحمة بتاعتي ابتدت تاخد لون كده وتغير، برجعها ورا في الطاسة وبنزل بكمية تانية عليها من اللحمة بتاعتي.
ونفضل كده لحد النهاية. لما نخلص الكمية اللي معانا بتكون ايه بقت تمام قوي. بعدين بقى انا بسيبها ربع ساعة لو خلاص حاسة ان اللحمة بتاعتك تمام. بس انا حابة اللحمة اللي انا بعملها. انت لما تاخدي قطمة كده او قطعة من الشاورما بتاعتك ما تحسهاش جامدة قوي، تحسيها طرية كده او بتدوب، تحسيها جوسي جدا يعني كده. طبعا معظمنا عارف يعني. في ناس كتير بتحب شاورما اللحمة، وفي ناس بتعشق شاورما الفراخ. كل واحد تبع راحته، وكل واحد دي حاجة حرية شخصية يعني. انا عن نفسي بحب الاتنين، يعني بحب شاورما اللحمة وشاورما الفراخ. ان شاء الله هنعمل معاكم كل حاجة. هنعمل شاورما الفراخ ان شاء الله في فيديوهات جاية. اي وصفات تتخيلوها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعملها. ان شاء الله اللي جاي خير واللي جاي احلى بإذن الله. وربنا يوفق كل واحد في مجاله ويحقق لكل واحد هدف، اللهم امين يا رب. دايما تكونوا قريبين من ربنا، وربنا هيحقق لكم اي حاجة انتوا بتتمنوها. زي ما انتوا شايفين كده، لما تكوني مقطعه اللحمه شرايح كده بيكون شكلها حلو في الشاورما كمان. وانت بتشوحيها كده على النار بتكوني حاسه فعلا ان هي شاورما شرياها جاهزه يعني. عاوزه اقول له عاوزه اقول لكم كمان ان الكميه ديت عملت معايا 10 سندوتشات شاورما جامبو. انت بقى براحتك، حابه تقللي عن كده، بس انا عاوزه اقول لكم ان ال10 سندوتشات هتشوفوا دلوقتي انا هعمل قدامكم ازاي، وهتكون الكميه كويسه في السندوتش، مش هتكون قليله او كتيره بزياده عن اللزوم. وعلى فكره حابه اقول لكم حاجه، ان العيش السوري بالذات او عيش الشاورما لما بتزودي فيه المكونات اللي انت بتحطيها بيتقطع منك. ومعلومة صغيرة كده، العيش ده انا شارياه مش عاملاه في البيت يعني، شارياه من السوبر ماركت يوم ما كنت بجيب الاغراض اللي احنا جبناها سوا دي. هنحط بقى اللحمة بتاعتنا ونحط خيار مخلل. طبعا انت ممكن تحط تومية وممكن تحط طحينة، اللي انت عاوزاه. انا هنا معايا التومية ومعايا الطحينة. هنحط في سندوتش تومية وهنحط في سندوتش طحينة، وهنكمل الفيديو كده زي ما انتوا شايفين بتلفوه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هو بيكون ايه السندوتش حرفيا كده مهيأ نفسه ليكم على اللفة بالظبط. بس زي ما قلت لك ما تكتريش الكمية قوي عشان يكون السندوتش زي ما انت شايفة كده ما يتقطعش معاكي، ما يفرولش، ما يبوظش. حتى لو هو صابح برضو لو كترت الكمية في زيادة عن اللزوم هيتقطع منك. فطبعا احنا عاوزينه ايه يكون الشكل بتاعه مناسب. دي طبعا تومية كانت عندي هنا في التلاجة، انا مش عاملاها النهاردة يعني، بس كنت عاملاها تقريبا امبارح او اول. طبعا طالما الحاجة متغطية في وقت معين كده يعني اكتر من 3 ايام اكيد مش هستعملها يعني. الحاجات دي بالذات سواء الطحينة او التومية. زي ما انتم شايفين نحط البطاطس والخيار المخلل واللحمة بتاعتنا. وطبعا عشان انا حطيت هنا تومية فمش هحط طحينة. سهلة جدا وبسيطة جدا، وصفة اي حد يقدر يقوم دلوقتي حالا يعملها، بس يكون متوفر عندك اللحمة يعني او فراخ عادي. سهلة جدا ان انت تقومي تعمليها دلوقتي، كل المتطلبات بتاعتها موجودة عندك في البيت، كل الامكانيات بتاعتها موجودة عندك في البيت. هتنزلي السوبر ماركت تشتري كيس العيش ده في ثانية وخلاص الموضوع انتهى على كده. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص هنا يعني ايه هعمل بس 2 3 كده قدامكم عشان اوريكم، وبعدين ايه هكمل بقية الفيديو وارجع لكم. بس حابة اوريكم هو بتلف ازاي. زي ما انتوا شايفين الرغيف ده مقطوع معايا، بس هنكمله برضو وهوريكم دلوقتي ازاي. كل حاجة بسيطة جدا هتقدري تقومي دلوقتي تعمليها زي ما قلتلك. هنا طبعا الطحينة بتاعتي انا مش مخليها تقيلة قوي، عشان ايه انا عاوزة السندوتش لما اجي اكل منه احسه ايه ان هو حاجة كده دايبة في بعضها. خلاص هنا هعمل معاكم ده وايه هكمل بقية السندوتشات اللي معايا وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين خليكي ايه متمكنة من السندوتش، ما تكونيش قلقانة قوي عشان ايه ما يتقطعش منك. خليكي ايه قلبك جامد كده وانت بتلفيه. شايفين بقى الجمال والحلاوة بتاعتنا عاملة ازاي. طبعا هتقطعيهم بقى زي ما تكوني شارياهم بالظبط مكعبات صغيرة كده، وتقدميها لولادك في طبق مع بطاطس مع حبة كاتشب وخلاص. يعني بصي حرفيا ولادك هيبوسوكي من بين عينيك لو عملت لهم الوصفة دي.
خلاص كده يا حبايب قلبي، انا كده خلاص خلصت الشاورما بتاعتنا النهارده. فاضل بس تكه صغيره كده هنعملها ونرجع على طول. ايه هي بقى؟ ان احنا هناخد الشاورما بتاعتنا دي ونقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو قدمتي بس معاها شويه بطاطس وعيش محمص وحطيتيهم في طبق زي اللي انت بتشتريه وقدمت لي ولادك، حرفيا مش هيعرف ان انت ايه شارياه، ان انت عاملاه في البيت. سوري يا جماعه. انا كده خلاص وصلت لنهاية الفيديو. انتظروني في فيديوهات تانية كتير، اللي جاي احلى واجمل باذن الله. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.